مساء الخير عليكم حبايب قلبي او صباح الخير على حسب ما تشوفوا الفيديو بتاعي. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده وصفه سهله جدا ولذيذه ومختلفه، هي نوع من انواع المقبلات. هيكون البطل بتاعنا النهارده هو البتنجان. كتير كده مش بيحبوا البتنجان، مش عارفه ليه، مع انه يعني احسن خضار بالنسبه لي، بحبه قوي ومفيد كده ولذيذ، ويعني بنحطه في حاجات كتير. انا عن نفسي اي حاجه فيها البتنجان مش عارفه بحبها كده، وبحس انه بيحليها. هنحتاج كده زي ما انتوا شايفين بتنجان يكون طازه حلو كده. مش يكون فيه بذر طبعا، يبقى افضل. هنغسله من بره، ممكن لو حابه تقشريه قشريه، انما انا عايزه اسيب القشر بتاعه. انتوا عارفين طبعا الفوائد بتاعته بتبقى في القشر اكتر. وزي ما قلت هنغسله كويس جدا علشان نبقى ضامنين نظافة الخضار اللي احنا بنستخدمه. هنقطعه بقى زي ما انتم شايفين كده سلايز كده، او ممكن تقطعيه مكعبات، التقطيعة اللي تريحك برضو. وادي البتنجانة التانية هقطعها برضو بنفس الشكل، بس ممكن بقى تقطعيها من زوايا اخرى، على اساس يعني التقطيع يبقى سهل بالنسبة لك. وكمان كل ما تستخدمي السكينة تكون حامية بيكون افضل، وبرضو التقطيع على البلانشة كده افضل من التقطيع بالايد. عموما كل المقادير بتاعة الوصفة ان شاء الله انا بسيبها دايما في صندوق الوصف اللي هو السهم اللي اسفل الفيديو. البتنجان بعد ما خلص هنرش عليه بقى رشة ملح كده، وهنسيبه على جنب علشان عايزينه يدبل. الملح بيدبل اي خضار وبيخليه ما يشربش زيت نهائي. بالنسبة للبتنجان عموما لما تيجي حتى تقلي البتنجان تعملي كده، تحط عليه ملح، هتخليه كده يبقى عامل شبه السفنج ومش هيمتص زيت ساعة القلي. كمان هنحتاج مع وصفة النهاردة هنحتاج بصلاية كده مش كبيرة، تكون متوسطة، هنقطعها مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين. احنا هنجهز كل الخضار دلوقتي وهنشوف ونيجي بقى نركب الطبق على بعضه في الاخر. تاني حاجة او تالت حاجة معانا التوم، برضو حوالي 5 فصوص توم كده او 6 فصوص، برضو هتقطعيهم رفيع قوي، او ممكن تفرميه في الكبة او تدقيه بالهون. المهم ان هو يبقى ناعم كده. ده بقى معانا فلفل حراق احمر. الوصفة بتاعت النهاردة هي مشطشطة شوية، بس طبعا للي مش بيحب الشطة الاختيار مفتوح، انك انتي تعملي بدل الفلفل الحراق تعملي فلفل بارد عادي، مش هيأثر في حاجة. بس هو طبعا الحامي انا عن نفسي بحب الحراق فبعمله حراق يعني. كمان هنحتاج فلفل اخضر، بس ده المرة دي بقى بارد. هنقول برضو يمكن وحدتين فلفل اخضر، ونقطعه برضو مكعبات صغيرة. ده بقى صوص هنحتاج فيه 5 معالق كبار من المية. ما تستغربوش من الحاجات المختلفة شوية اللي انتوا هتلاقوها، بس هتخلي الوصفة مختلفة وان شاء الله جميلة. كمان هنحتاج نص معلقة كبيرة نشا، نص معلقة ملح، ربع معلقة سكر، ومعلقة مليانة صويا صوص. نقلب كويس جدا علشان طبعا ندوب النشا وندوب الملح وندوب السكر. نخلص الصوص ده كده وبرده هنركنه على جنب. في الوقت ده البتنجان بتاعنا بعد ما حطينا عليه الملح هنلاقيه طرد ميه كده او عرق. هنحط بقى عليه دلوقتي الميه، وهنقعد بقى نعمل فيه زي ما انتم شايفين كده، نضغط على البتنجان بايدينا يعني بالظبط كده، هنحوله نخليه زي السفنجة، لان كل ما هنضغط هتلاقوا البتنجان شرب من المية اللي احنا حطيناها. ونصفيه هيبقى بالشكل ده. ونيجي بقى علشان نركب الطبق بتاعنا ونشوف هنعمله ازاي. في طاسة كده سخنة هنحط زيت ويسخن جامد، وبعد كده هننزل بالبصل والثوم.
تقليبه كده، عايزين بس يدبل، مش عايزينه ياخد لون قوي. بالنسبه حبايبي الناس بقى الجداد اللي على القناه بتاعتي، يعني انتوا منوريني جدا. اللي لسه بيشوف القناه بتاعتي لاول مره ياريت يشترك فيها علشان يوصلك او يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله في القناه. وعشان ده يحصل هتفعلي زر الجرس اللي هو في الجنب ده وتعمليه على الكل علشان يوصلك اي اشعار باي فيديو جديد انا بنزله. طب ايه اللي حصل؟ لما البصل والثوم دبل حطينا البتنجان، قلبنا شويه، هنحط بقى الخضار بتاعنا، الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. ودلوقتي هنحط نص معلقه من كل، نص معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره كزبره، نص معلقه صغيره بهارات لحمه. نقلب بقى كويس بقى البتنجان بالخضار ده والبصل والثوم والتوابل. عايزين كده نشوحه تشويحه حلوه علشان خاطر يعني يتسوى شويه. نظبط بقى الملح بتاعنا، ملح وفلفل اسمر. تفضلي بقى تقلبي كده شويه لحد ما البتنجان يتشوح. وما تقلقيش، هو شويه الزيت اللي احنا حاطينهم شويه زيت صغيرين، ممكن تستبدليه كمان بزيت الزيتون. حطينا بقى دلوقتي الصوص بعد ما البتنجان اتشوح مع الخضار كويس. هنقعد بقى نقلبه كده حوالي دقيقه ولا دقيقتين كله مع بعضه، وبعد كده هنغطيه ونسيبه كام دقيقه كده. من وقت للتاني نكشف كده ونقلب علشان برضو البتنجان ما يمتصش كل الصوص اللي معاه، وطبعا ممكن يتحرق. النار بتاعتك ما تكونش عالية، تكون متوسطة كده، او ممكن تهديها شوية وتفضلي تقلبي. وكده يعتبر الوصفة بتاعتنا خلصت، احنا بس مستنيينها لحد ما تستوي. اهم حاجة يا جماعة اللي بيشوف الفيديو ما تنسانيش في اللايك ده مهم للفيديو. وزي ما قلتلكوا انا هسيب كل المقادير بالظبط في صندوق الوصف. كده تمام، الوصفة خلصت وبالهنا والشفا. يا رب تكون عجبتكم كده ان شاء الله ونالت رضاكم. دلوقتي بقى الميعاد بتاعي ان انا ادوق البتنجان بتاعي الجميل اللي انا عاملاه. طبعا ولادي كانوا قاعدين كده حواليا عايزين يدوقوا، بس بصراحة لا، حامي عليهم شوية، مش مناسب للاطفال الوصفة دي، بس انتي ممكن تعمليه بفلفل بارد. كده الوصفة خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.